الفيديو ده مهم للرجالة جدا جدا، ومهم كمان للستات اللي عايزين يطمنوا على صحة شركائهم. انصحكم تتفرجوا على الفيديو ده للاخر عشان تاخدوا اقصى استفادة. ازيكم؟ معاكم دكتور عطية، والنهاردة هكلمكم عن البروستاتا، وظيفتها، وازاي ممكن تأثر على العلاقة الجنسية، وازاي ممكن يحصل لك ضعف جنسي بسبب مشاكل البروستاتا او التهاب البروستاتا. وطبعا مش هسوحك، لازم هديك الحلول. مركز معايا. الاول عايزين نفهم ايه هي البروستاتا. البروستاتا هي غدة موجودة عند الرجال فقط. هي غدة صغيرة ولكن دورها كبير قوي 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 بالنسبة للرجالة. لو جينا نبص هنا في الاناتومي او التشريح بتاع البروستاتا هنلاقي ان هي غدة صغيرة، يعني حجمها مش كبير، وموجودة تحت المثانة وحوالين الجزء بتاع مجرى البول، لأن مجرى البول أو اليوريثرا بيخرج منها بول، وبيخرج منها برضو السائل المنوي لما بتيجي تقذف، وللحيوانات المنوية أو السبيرمز إنها تخرج منه. طيب يعني إيه دور البروستاتا؟ برضو دورها الرئيسي هو إنتاج السائل المنوي اللي بتسبح فيه السبيرمز أو الحيوانات المنوية، وده بدوره بيحافظ على الموتيليتي بتاعة الحيوانات المنوية أو الحركة بتاعتها وسرعة تدفقها، كمان عددها. السائل المنوي اللي بتسبح فيه الحيوانات المنوية بيكون فيه غذاء كتير جدا من فيتامينز، من أملاح، من فركتوز اللي هو سكر، فهو طبعا يعني غذاء الأساسي بالنسبة للحيوانات المنوية. يعني تقدر تقول كده ببساطة إن من غير البروستاتا مفيش خصوبة، مش هتقدر تخلف. دي نقطة بيلعب عليها مراكز كتير جدا الخصوبة، والمراكز اللي هي بتساعد على الموضوع الخلفة أو أطفال الأنابيب أو غيره، هي إن بتخليك تديهم زي سامبل كده أو عينة في برطمان بيكون فيها السائل المنوي اللي فيه بعض الحيوانات المنوية. برطمان العينة. اتفضل زيدي. اتفضل. زيدي. هو انت مليت البرطمانات دي ازاي؟ بياخدوا حيوان منوي من عندك، وبياخدوا برضو عينة من الست فيها بويضة، وبيلقحوها وبيخليك تخلف. والموضوع ده شائع جدا ومش جديد يعني، وبيتعمل بقاله سنين. ولكن انا بقول لك قد ايه هي دورها مهم في الخصوبة او الفيرتيليتي بشكل مباشر. بشكل غير مباشر بقى في صحتك الجنسية وفي الانتصاب وفي التبول كمان، يعني لما تيجي تخش الحمام. وهنتكلم طبعا في المشاكل دي كلها. عندنا في البروستاتا 3 أمراض شائعين جدا جدا. اشهرهم خالص هو سرطان البروستاتا، وده أشهر نوع من أنواع السرطان أو الكانسر اللي بيجي للرجالة من مختلف الأعمار، يعني في من أول 20 25 30 وانت طالع. ودايما بيسمع في الناس اللي بيبقى سنها كبير، اللي هي بتبقى 60 سنة بلس، لأن طبعا بتبقى كفاءة البروستاتا والسنين اللي هي استهلكت فيها، سواء بسبب عادة سرية مثلا من الصغر، أو بسبب الفرجة على الإباحية، أو بسبب الإفراط في العلاقة الجنسية، سواء يعني مع زوجتك أو علاقات محرمة. الموضوع ده بيأثر جدا على البروستاتا وبيستهلكها. لو أنت راجل عندك شهوة عالية وبتمارس الجنس باستمرار الغدة دي بتنهك. وللأسف يعني سرطان البروستاتا هو بيبقى نوع من أنواع السرطان الصامت، يعني بنسميه سايلنت كانسر، اللي هو انت ما تقدرش تعرف اعراضه قوي. انت فجأة تكتشف ان انت عندك ورم في جسمك، وحاسس باعراض بسيطة قوي زي الدوخة، زي ألم كده او حرقان بسيط وانت في الحمام يعني. ومعظم الناس يعني بتكتشف اصلا ان عندها سرطان بروستاتا وهي بتعمل فحص عادي او عينة دم او كده، بتلاقي خلايا المناعة عندها عالية جدا، بتلاقي الالتهاب في جسمها عالي جدا، اعلى من الريفرنس رينج العادي، فبتتفاجأ ان عندهم كانسر. يعني دي الحقيقة المرة للأسف. يعني ناس كتير قوي بتلاحظ ان هي عندها كانسر بالصدفة. انت متخيل؟ فاللي بيتفرج عليا دلوقتي، لو انت واحد عندك مشكلة الكانسر دي شائعة في عيلتك ليها تاريخ مع السرطان بأنواع مختلفة، فيستحسن انت تعمل تشيك اب على نفسك وتعمل تحاليل كل 6 شهور لسنة، بحيث تبقى مطمن على نفسك برضو، يعني عشان تبقى في الأمان. يعني أهم حاجة. تاني أكتر مشكلة شائعة عند الرجالة في موضوع البروستاتا هو تضخم البروستاتا أو البناين بروستاتيك هايبربليجيا، وهي إن غدة البروستاتا حجمها بيزيد قوي قوي قوي. البروستاتا بتبقى يعني زي تفاحة كده، بتبقى حوالين مجرى البول، فهي لما بتكبر تكبر تكبر قوي بتضغط على مجرى البول، فبيبقى المجرى اللي بيخرج من البول بيكون بدأ يبقى أضيق جدا. وده لما بتكبر أو لما بتتضخم يعني بتسبب ألم، حرقان جدا، بتحس ان في نار حرفيا طالعه من القضيب، مش بول يعني عادي. المرض ده شائع جدا مع الناس يعني في سن 40 50 دايما بيجي لهم مشكله تضخم البروستاتا دي. التركية بقى هنا اللي تاخد بالك منها ان للاسف تضخم البروستاتا غير الحرقان في مرحله التبول، يعني لما تيجي كمان مارس علاقه جنسيه عادي بتلاقي ان بيحصل ضعف انتصاب،
والموضوع بيسمع كمان لدرجة سرعة في القذف. وفي ناس تانية قالت لي مثلا واشتكت لي من الموضوع ده على هيئة ضعف في القذف نفسه ضعيف. يعني الراجل العادي بيقذف سائل ما فيش مشكلة، الراجل مثلا اللي بيبقى عنده المشكلة دي لا، القذف يبقى ضعيف جدا، بيبقى السائل تقريبا بيخرج، بتبقى نقط كده بس، ما بيخرجش بشكل طبيعي اللي هو بشكل قوي يعني. ومن هنا طبعا ده بيسمع في موضوع الخلف او الخصوبة، لان اصلا الحيوانات المنوية ما بتطلعش بتدفق او بقوة كافية انها تخلي شريكك او شريكتك يعني زوجتك تبقى حامل، فده بيسمع قوي في موضوع الخلفة. تالت اشهر مشكلة بتيجي في البروستاتا هي التهاب البروستاتا، ودي حاجة يعني ليها اكتر من ستيج. في التهاب بيبقى مايلد، في مودريت، في سيفير اللي هو التهاب بسيط او متوسط او حاد. والسبب طبعا ممكن يكون بكتيريال او نون بكتيريال، يعني سبب المشكله دي بكتيري او لا بكتيري. اعراضه متشابهه جدا يعني مع تضخم البروستاتا، تحس بعصره كده في المنطقه يعني السفليه بتاعه المثانه اللي هو تحت السره، الم في الحوض، حرقان في التبول، وممكن يسمع كمان معاك في اللور باك او في ظهرك، تحس ظهرك بيوجعك، تحس منطقه تحت المثانه بتوجعك. لما بتيجي تخش الحمام تعمل حمام بتلاقي البول بيخرج بحرقان شديد قوي مش طبيعي كده. لازم تروح تكشف عند طبيب مسالك او يورولوجيست، ده المختص اللي هيقدر ان هو يكشف عليك ويعمل لك اشعه والتحاليل والفحوصات الكامله عشان يشخص المرحله بتاعه التعب بتاعتك عامله ازاي، ويوصف لك طبعا الروشته بتاعه العلاج. عايزك تصحصح معايا، لسه الكلام المهم جاي. خدوها قاعده كده يا جماعه، اي التهاب او تضخم او اي مشكله في البروستاتا بتضغط بشده على الاعصاب والاوعيه الدمويه او البلاد فيزلز. هي بتغذي القضيب ده طبعا عباره عن فايبرز وكولاجين، يعني زي نسيج اسفنجي، زي السفنجة حرفيا. لما بيتضخلوا دم والاوعيه الدمويه تبدا ان هي تحس باستثاره، فده بيساعد في تدفق الدم وبيوصل اشارات من المخ، انا حسيت باستثاره، ابعت دم للقضيب عشان ينتصب، عشان في سيكشوال اكتيفيتي جاي، في استثاره، في جنس هيحصل. فلما تبقى الاوعيه الدمويه دي متدمره بسبب ضغط البروستاتا زي ما قلنا على الاعصاب، فده هيسبب لك طبعا ضعف جنسي او يعني ضعف في الانتصاب. مش شرط ضعف كامل، يعني مش هتبقى العمليه نايمه خالص، ممكن يكون ضعف جزئي، يعني يكون الانتصاب نص نص مش قد كده. البروستاتا برضو بتأثر على قدرتك الجنسية في الممارسة، ان انت بتيجي تمارس العلاقة بتحس بألم، انت حاسس بألم وانت يعني بتعمل علاج مع مراتك، او احيانا بعد العملية الجنسية خالص بتحس بحرقان شديد جدا وتحس بنار. يعني ده فيدباك بيجي لي من الناس اللي بتشتكي لي من القصه دي. ده غير طبعا فكره ان انت خايف وقلقان وحاسس بألم، انك بتربط فكره الجنس بالألم مش بالمتعه. انت عامه يعني هتكره الموضوع وهتكره الجنس وهتحس ان انت فيك حاجه مش مظبوطه. طبعا هتنكر انك تعبان وان عندك مشاكل في البروستاتا، فمش هتروح تكشف، فده هيسمع معاك اكتر بألم اكتر، وتلاقي بقى ايه داون وورد سبايرال، تلاقي نفسك فاهم في حتة انت مش هتعجبك خالص، يعني نفسيا وجنسيا وعاطفيا كمان، لان شريكتك لو استحملتك النهارده مش هتستحملك بكره. خلاص يا عم بقى، انت نكدت علينا، قول لنا بقى يا دكتور عطيه الحلول من عينيا الاتنين. انا عمري ما هسوحك، طالما قلت لك مشكله هقول لك على الحل. قبل ما نخش في الادويه لازم دايما اتكلم على النيوتريشن ثم النيوتريشن، الاكل والتغذيه. لازم تغذي جسمك عشان تعلي قوتك البدنيه، عشان تعلي مناعتك اللي بتدافع عنك من الامراض ومن الالتهابات. انت بدنيا يكون عندك طاقه وتقدر اصلا انك يعني في حالتك العادية خالص تعمل جنس ممتع ومن غير ألم. هو الفكرة كلها ان احنا نبعد عن الألم ونبعد عن الالتهابات والمشاكل دي، فلازم التغذية بتاعتك تكون مظبوطة. طب اكل ايه؟ لازم تركز اكتر على الدهون المفيدة اللي موجودة مثلا في السي فود او الاسماك الدهنية بشكل عام. لازم تهتم بالاوميجا 3، زيت الزيتون، عندك الزبدة، عندك السمنة البلدي مش المهدرجة او اللي بزيت نباتي، هي البالم اويل والهيدروجينيتد فاتس. كل دي بلاوي يعني بتسبب لك اصلا جلطات وبتسبب لك تراكم في الدهون في الاحشاء، حاجه بنسميها كده الفيسرال فات. دهون المهدرجه الهيدروجينيتد فاتس، دهون زيت النخيل وزيت البالم اويل والحاجات دي. الدهون المشبعه اللي هي الساتوريتد فاتس، كل ده اقطعه تماما تماما تماما. بروسيسد فود والبروسيسد ميت، البرجرز بقى والحاجات الفرايد تشيكن ومش عارف ايه، كل البلاوي دي اللي انت بتجيبها جاهزه من السوبر ماركت اقطعها تماما.
بعد النيوتريشن لازم طبعا تهتم بفكره الفحص بقى والتشيك اب زي ما قلنا. في تحليل اسمه البي اس اي، ما جيت اسرش عنه بالعربي، يعني هو اسمه مستطد البروستاتا النوعي، وده فحص دم بيقيس مستوى بروتين معين بتنتجه غدة البروستاتا. والتحليل ده طبعا بيستخدم يعني في المعامل والحاجات دي عشان يقدر ان هو يحدد لك نوع الالتهاب اللي عندك، هل هو التهاب في البروستاتا، هل هو تضخم البروستاتا، هل هو بعد الشر طبعا عن السامعين كانسر. حتة ان انت تفحص وتتابع اول باول دي مهمة جدا، يعني مفيش عليها نقاش. لو انت مكسل فمعلش يعني ده كده بقى استهبال. اما جسمك يديك اشارات ان انت عندك بلوى، في مشكله، في الم، في احساس بالنار كده، مش عارف تخش الحمام يا اخي، وانت تتجاهل الكلام ده كله وتكسل، بصراحه دي مشكلتك انت ولازم تتحمل عواقبها. ثالث حاجه غير دوائيه، كل ده ما بتكلمش في الدواء، هتساعدك قوي في موضوع البروستاتا وفكرة برضو الانتصاب والكلام ده، هي ممارسة الرياضة. لازم تلعب بالذات الكارديو اكسرسايزز، اللي هي التمارين اللي بتساعد الكارديو فاسكولار سيستم او الجهاز الدموي والقلبي، اللي هو القلب والرئتين والاوعية الدموية، لازم يتضخ فيها دم، لازم الدم في جسمك يمشي، يبقى في مرحلة فلو. ما ينفعش الدم يبقى راكد، تبقى على طول قاعد في المكتب، على طول تبقى قاعد في الاوفيس والمكتب بتاع الشغل، قاعد في بيتك على الكنبة، قاعد في القهوة، قاعد في البلاي ستيشن. القعدة دي خشونة في الركب، مشاكل في أوعية دموية، ضعف انتصاب، هبوط كده وهمدان وكسل، وتحس ان انت دايما وانت قاعد كده ضغطك واطي ومكسل ومش قادر. انت عايز بعد الكلام ده يعني المصلحة تشتغل ازاي يعني بالله عليك؟ فانت لازم تلعب رياضة. ويا سلام، يا سلام بقى لو انت راجل برنس وبتروح الجيم، تعال لي بقى، انت جيت لي في ملعبي كده، العب يا باشا رجلين، العب ظهر وقطنية بالذات وكور منطقة البطن والسايدز او الجناب الاوبليكس، العب برضو مؤخرة والعب ضمة. لما الدم يتدفق في المنطقة دي انت هتلاقي لو عندك مشاكل في الدوالي هتتحسن، دوالي الخصية، تلاقي ان عضلات رجلك بدأت تبقى اقوى، هتلاقي رجلك شايلاك كده مش حاسس بألم، او بتطلع السلم رجلك بتوجعك، او ركبك او ظهرك او الكلام ده كله. هتلاحظ كمان التستوستيرون عندك بيعلى، لان تمارين الرجلين بتزود من هرمون التستوستيرون اوفر اول. يعني انت مش هتلعب تمرينة واحدة بقيت سوبرمان وخلاص بقيت يعني جوني سينس في السرير، معلش يعني، لا بالعقل، شغل عقلك دايما. انت هتتمرن مثلا على مدار 3 شهور مثلا او على مدار 6 شهور، قول 30-40 تمرينة رجلين مثلا توتال، يعني هتلاقي ان انت لا ما يفرقوا معاك جدا في كتلتك العضليه، يفرقوا معاك في قدره تحملك، الانديورنس بتاعك في الجنس، يفرقوا معاك في رجليك تكون مليانه في البناطيل ويكون شكلها حلو. طيب انا مكسل اروح الجيم ومش قادر ومش عارف، ممكن تتمرن في البيت. بص، انا ما بحبش الاعذار. انت بتدور على حد يقعد يطبطب عليك ويقول لك انت صح، وانت الاعذار بتاعتك دي فعلا هي السبب، وانت بني ادم جميل وكويس، واقفل الفيديو وروح شوف اتفرج على حد تاني، ما تتفرجش عليا، انا ماليش في الاعذار. القناه دي اصلا انا مخصصها للمشاكل اللي بتواجه الرجاله، اللي لما بيلاقي في مشكله يواجهها على طول، ما يقعدش بقى يلف ويدور حوالين المشكله ويتكلم عنها ويشوف لها فيديو مثلا زي اللي انا بقدمه ده وما يطبقش يعني الحل فاهم؟ فقصة التمرين والجيم دي يعني احنا خلصانين منها. وطبعا لو انت محتاج مساعدة او مش عارف حد يوجهك، او عايز حد يحط لك دايت بلان سبلمنتس، عايز حد يوجهك تتمرن ازاي سواء في البيت او في الجيم، فانا اقدر اساعدك واقدم لك بروجرام مختص وكاستمايزد ليك انت في حالتك انت. انا عامه ما بقبلش كلاينتس كتير لان انا بتابع كل الناس بنفسي، وانا اللي ببقى فعلا بعمل لهم كوتشنج بشكل مباشر، يعني مفيش سكرتير، مفيش اي اي، مفيش ابلكيشن، لا انا بتابع مش عايز اقول الحاله، لا انا بتابع الاصدقاء او الكلاينتس اللي بيبقوا معايا يعني. فانا اقدر اساعدك في القصه دي. يا ريت تكون مركز معايا. خلاص احنا بنفنش الفيديو اهو، اتقل بقى عشان تاخد الخلاصه. احنا اتكلمنا كده على كل الطرق الغير دوائيه، انا بحب دايما اقول الطرق الغير دوائيه وبعد كده اتكلم على الدواء. الدواء ده دايما اخر حاجه، لان بقولها في كل فيديوهاتي. انا دكتور صيدلي يا جماعه، وقعدت 5 سنين في كليه الصيدله بدرس الاورجانيك كيمستري والان اورجانيك كيمستري والميديسنال كيمستري والبايو كيمستري والاندستريال كيمستري، وكل الكيمستري والكيمياء اللي انت شفتها في حياتك واللي مش هتشوفها انا درستها.
فانا عارف رد فعل الجسم مع الكيمياء بيبقى عامل ازاي. الكيمياء دي اللي هي دواء، عشان بس تبقى فاهم، اي دواء هتاخده هيكون له رد فعل او سايد افكت. مفيش دواء يعني خالي من الاعراض الجانبيه. لو جبت قرص صداع بنادول، لو بلعت 10 اقراص مره واحده يجيلك فشل كبدي، يعني فاهم، ليفر سيروزس. فانت يعني لازم تبقى فاهم ان الدواء مش دايما هو رقم واحد. عندنا اول دواء وده طبعا حبيب الملايين اللي هو الفينسترايد. الفينسترايد زي اشهر انواع موجوده في السوق البروسكار، بروبيشيا. ده دواء بيشتغل على انه يثبط هرمون الدي اتش تي او دي هيدرو تستوستيرون، وده بدوره يعني بيقلل من تطور المشكله بتاعه البروستاتا وبيقلل من حجمها وبيثبط التضخم بتاعها. وطبعا هو كمان يعني اخواتنا بتوع الصلع الوراثي، كل الناس اللي بتعاني من صلع يعني بتاخد الفينسترايد عشان هرمون الدي اتش تي برضو ملام اساسي في قصه تساقط الشعر دي او قصه الصلع يعني والالوبيشيا، فبيتاخد برضو للغرض ده. فانت ممكن كده تضرب عصفورين بحجر، تحافظ على صحه شعرك وعلى يعني نموه، تمنعه من التساقط، وفي نفس الوقت تحل مشكله البروستاتا. فبصراحه الفينسترايد يعني خيار كويس جدا، ولكن انت ما تاخدوش من نفسك، يعني ما ينفعش تاخده من نفسك، لازم الاول تستشير طبيب او دكتور صيدلي. بس مش يعني انا مش هقدر اشخصك، انت محتاج حد يشوف حالتك وتحكي له الهيستوري بتاعك، لان انت ممكن يكون عندك امراض تانية، ممكن يكون عندك ضغط، سكر، اي مشاكل تانية. فعشان يعني تجنبا للاعراض الجانبية دايما تختار دكتور وتحكي له وتوصف له حالتك كلها. عندك كمان الدوتاسترايد، والدوتاسترايد ده الاخ الاقوى او الاب الاكبر للفينسترايد، نفس التاثير ونفس كل حاجه ونفس طريقه الشغل، ولكن هو اقوى واعنف شويه، بالذات الناس اللي بيجي لها تولرنس من الفينسترايد مثلا لا بتحب انها تمشي على دوتاسترايد عشان تاخد تاثير اقوى. عندك برضو التدالافيل، والتدالافيل ده مشهور جدا يعني باسم سيالس، وده بيساعد حل مشكله الضعف الجنسي او السكشوال ديسفانكشن مع تضخم البروستاتا. فهو يعني مش تضخم، الالتهاب بقى، التهاب البروستاتا، فهو يعني بيساعد في التهاب بروستاتا والريكتال ديسفانكشن. عصفورين بحجر. برضو معانا التمثيلوسين، دوره ان هو بيعمل ريلاكسيشن للمسلز بتاعه البروستاتا او اللي حوالين البروستاتا، يعني بيرخي العضلات اللي بتبقى ضاغطه وعصره مجرى البول اللي بيخرج منه البول او القذف، فبتبقى مش حاسس بألم وانت بتتبول او وانت يعني بتقذف بعد عملية جنسية. فده هيقلل قوي من الألم ومن الالتهاب، وهتحس انك مرتاح عليه جدا. والجرعات بتاعت الثلاث أدوية دول يعني ما تاخدهمش من نفسك، انا قلت لك اهو، وما تقعدش تقرا الروشته اللي ورا دي اللي بتكون موجوده اللي هي في النشره الداخليه من غير ما تكشف عند طبيب، لان النشره دي بتكون معممه على تجارب على ناس كتير جدا وفي حالات معينه، كونديشنز معينه، كل بني ادم غير التاني. وما يبقاش في حد بياخد جرعه من الدواء ده انت كمان تاخدها زيه، يقول لك انا كان عندي المشكله دي وارتحت، تقوم انت تاخدها انت كمان وتقول انا هرتاح. الكلام ده غلط. الو السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير، مع حضرتك نادية مستشار. خلاص تمام ماشي، انا عامه راضي عن الخدمه، مفيش مشكله يعني. ميرسي جدا لحضرتك. خلاص اوكي ماشي، شكرا. نرجع لموضوعنا، انا كنت طالب اكل بس يا جماعه. طيب بالنسبه لادويه بقى البروستاتايتس او التهاب البروستاتا، والله في ادويه كتير او مضادات حيويه بقى بمعنى اصح للالتهاب البكتيري اللي بيكون سببه بكتيريا، الليفوفلوكساسين، سيبروفلوكساسين، الدوكسيسايكلين، لها مضادات حيويه يعني بدائل من نفس العيله، عيله الاوكساسين دي هي كلها مضادات حيويه يعني. طبعا بنستخدم كل دواء فيهم على حسب يعني نوع الالتهاب. طيب بس كده يا باشا، انا ما اقدرش اتخلى عنك. هقول لك كمان على المكملات، احسن مكملات للبروستاتا. اول مكمل هو السو بالميتو، اللي اثبت فعلا من الفيدباك بتاع ناس كتير ان هو حسن عندهم مشكله البروستاتا دي وقلل من احتقان البول، وكمان بيساعد في الرغبه الجنسيه وبيعلي من الليبيدو او الرغبه والقدره. عندك الزنك، والزنك طبعا مليان فوائد من حته الريكفري، حته انه يزود التستوستيرون، حته ان هو بيساعد في التهاب، بيساعد في التئام الجروح والالتهابات، بيقلل منها. الزنك خطير يا جماعه. عندك مكمل اسمه الليوكوبين، وده نوع من انواع الصبغات او بيسميها الاورجانيك بيجمنتس، اسمها كاروتينويد،
من الاخر يعني بيعمل ايه؟ بيشتغل كمضاد اكسده او كانتي اوكسيدنت. وطبعا دوره كانتي اوكسيدنت او مضاد اكسده فهو بيقلل من الالتهابات في الجسم، بيعلي المناعه، بيحسن صحه القلب وتدفق الدم بشكل عام. وعلى فكره مش لازم تاخده برضه في هيئه مكمل، يعني انت ممكن تاكل اي خضار عامه لونه احمر زي مثلا الطماطم، الجزر، البطيخ، فلفل اللي هو الاحمر طبعا هيفرق معاك قوي. هاته وهتدعي لي. او لو مش قادر على ثمنه كل يعني ببساطه الخضار اللي هي الامثله اللي انا اديتها لك دي. الخلاصه ان صحه البروستاتا مرتبطة جدا وعلى علاقة مباشرة بالصحة الجنسية عند الرجالة. وطبعا الكشف المبكر والتشيك ابس وان انت تبقى واخد بالك على نفسك وبتعمل تحاليلك وفحصك اول باول، يعني ده هيتفادى ان المشكلة تتطور من البداية اصلا. فانت خليك واعي وخليك عارف ان كل ما تاخد بالك من نفسك وكل ما تبدأ الموضوع من بدري بدري احسن ما يتطور ان هو يوصل لمرحلة انه يبقى كرونيك. عايزك تهتم بنفسك وتتمرن كده وتبقى نشيط وفريش. خد بالك من صحتك عشان هي مرتبطة بسعادتك الزوجية بشكل مباشر وبسعادتك الشخصية ان انت تكون عايش من غير ألم. مهتم بالمتابعة والتدريب الاونلاين معايا بشكل مباشر، هسيب لكم الواتساب بتاعي في الديسكريبشن، ابعتوا لي رسالة على الواتساب وهروق عليكم. اشوفكم في الفيديوهات الجاية. سلام.